ام دينار فيها خدمات كتير بس معدومه بالمعنى الاصح. عندنا مدرستين في الكثافه السكانيه فيها تعدي من ال 80 لل 90. ده بالنسبه للاطفال. بالنسبه للمدرسين في مدارس بيصل العجز فيها من مبادره حياه كريمه انه تاخد المبنى الاداري بتاع النادي تضمه للمدرستين، للاضافه للمدرستين يبقى انت عملت مبنى كبير هيضم اكتر من 60 فصل او 70 فصل في المدرسه، يبقى انت كده انشات مدرسه مع المدرسه المتاحه حاليا دلوقتي اللي هي هتتبني. والاداره يا يتحط اليمه دي يتحط مكان التخصيص بتاع محطه الرفع اللي كان موجوده على ايام ابراهيم محلب، يتحط المبنى الاداري ورا ودول يتم للمدرستين ويبقى لهم مدخل خاص ومركز الشباب مركز خاص. في 2010 جري الناس اللي هم اصحاب الاعمال الخيريه والعمل